بيبدأ الفيلم ببنت وهي بتجري في الضلمة وبيظهر وراها خفاش وبيتحول لمصاص دماء وبيجري وراها وبنعرف إن اسمها بيتسي وبيتضح إن ده مشهد من فيلم بتكون الألعاب بتتفرج عليه وبنشوف طفلة اسمها دوني بتكون مع مامتها في العربية وسط المطرة وبتقول لها إحنا وصلنا ولا لسه، لكن مامتها بتقول لها إن لسه بدري باقي ساعة على الوصول، والعربية دي هي نفسها العربية اللي الألعاب موجودة فيها وبتطلب منها إنها تنام. وبنرجع تاني لفيلم الرعب وبنشوف بيتسي وهي بتخبط على باب بيت وبتطلب منهم يدخلوها، لكن بيبقى واضح إن محدش هناك وبيبقى بطاطس زهقان وحاسس بالملل، وفعلا بتنجح بيتسي إنها تفتح الباب وبتدخل وتقفل قبل ما مصاص الدماء يوصل لها. ولما بتدخل بيبدأ الرعب بقى، بتقع عروسة وراها وبتكسر زهرية وبتكون الألعاب مندمجة جدا في المشاهدة زينا واحنا صغيرين كده، وبيقولوا لبيتسي إنها تفكر في طريقة كويسة تتخلص بيها من مصاص الدماء وهي بتمسك الزهرية في إيديها، فبيقول بريكلي بانس إن الزهرية ملهاش لازمة ولازم عشان تقتل مصاص الدماء يكون معاها عود خشبي وكمان تضربه من ناحية قلبه عشان يقف يعني. وبعدين بنشوف بيتسي وهي رايحة لمكان العروسة اللي وقعت وبيتضح في الآخر إنها مجرد قطة صغيرة، وجيسي بتتريق وبتقول ده إزاي فيلم رعب ومفهوش أي حاجة مخيفة. بس في الطريق وبسبب الرياح العربية بتعدي على مطب بسرعة وبتقع جيسي تحت الشنطة وبتتحبس، فبتطلب من باقي الألعاب المساعدة، فباص بيجيب حديدة وبيقفوا عليها كلهم وبيقدروا يساعدوها، ولكن بنشوف إنها بتكون خايفة جدا، وفي نفس الوقت بتوصل العربية للبيت والألعاب بترجع تاني لمكانها في الشنطة. وفي طريقهم داخل الفندق بيقول لهم بانس إن على طول في القصص المرعبة بيقفوا على الطريق وبيسكنوا في فندق، وده بيخوف جيسي جدا، لكن باز وودي بيقولوا لها ما تخافيش لأنهم مع بعض وبيدخلوا الفندق وبتكون غرفتهم هي رقم 7، وبنشوف لافتة مكتوب عليها نوما سعيدا. وفي غرفة الفندق لما نام دوني ومامته بيقرر بطاطس إنه يخرج من الشنطة ويشوف المكان الجديد، وبيجي تاني بانس وبيقوله إن أول واحد بيخرج مصاص الدماء بيمسكه الأول، ولكن بيخرج وكله بيخرج معاه وبيسيبوا جيسي لوحدها في الشنطة وبتخاف وبتجري عليهم، لكن اللحظة مش بتلاقي حد قدامها وبتخاف جدا، بس باص بيوصل ويقول لها إن كله موجود ولكن مش بيلاقوا بطاطس. وهنا بيجي بانس رابع مرة وبيقول لهم من هنا بيبدأ الرعب، بس وودي بيسكته وبيعرض باص عليهم ينقسموا الفريقين، كل فريق هيروح في حتة، لكن بيشوفوا مادة في الأرض وبيكون بطاطس داس عليها قبل ما يمشي وبيقدروا يلاقوا مكانه عن طريق آثار قدميه، وبيقعوا كلهم في فتح التهوية وبينزلوا المكان مخيف، وودي بيسمع صوت حد بيصوت، وهنا بانس بيخوفهم تاني، وفي طريقهم حاجة غريبة بتجري بسرعة من جنبهم، ولسه بانس كان هيقول لهم حاجة تخوفهم تاني، لكن بسرعة قبل ما حد يشوف بنلاقي بانس اختفى وبعدين بيختفي الديناصور، وبيجري باص وجيسي وودي بسرعة، بس في الآخر بيطلع دي إيد بطاطس وبترشدهم لمكان فوق وتقريبا هو ده المخرج، فبيدخلوا فيه وبيخرجوا من الناحية التانية وهي الحمام، بس بيكون في حد بينادي على جيسي، ولما بتحاول تقول لباز وودي بتلاقيهم اختفوا كمان، وبيمسكها واحد من الدمي وبيقول لها ان المكان ده مش آمن على الدمي، وبتكون الدمية دي اسمها كارل، واثناء حديثهم بيسمعوا صوت الوحش وبيحاول كارل يهرب مع جيسي بس الوحش بيمسكه، بعدين جيسي بتستخبى منه في البانيو بس بيشوفها الوحش اللي هو اصلا طلع سحلية في الاخر، فبيمسكها وبياخدها لشخص وبيقول ان جيسي دمية قديمة وبيصورها وبيحطها في صندوق، وكارل بيعرفهم على باقي أصحابه اللي محبوسين هنا وبيحاولوا إنهم يفتحوا الصندوق ده لكن مش بيقدروا، وفجأة بتوصل رسالة بيع جديدة وبيكون وودي هو اللي هيتباع وبسعر عالي، وفعلا صاحب المحل بياخد وودي وبيحطه في الصندوق ويقفله، وبتوصل رسالة تانية وبيكون دور جيسي، بس قبل ما صاحب المحل يحطها في الصندوق بيوصل شخص وبينده عليه عشان في كاوتش عربية بايظ، وبيخرج ويسيب جيسي لوحدها ومش بتكون طايلة إنها تفتح الصندوق بتاع باقي الألعاب، ولما بتقرر تنقذ مودي الأول بتوصل العاملة وبتاخده، ووقتها بيشجعها كارل وفعلا بتقرر تساعد وودي وتدخل جوه الصندوق هي كمان علشان تروح معاه، مع إنها كانت بتخاف من الصناديق، وفعلا بتوصل لصندوق وبيكون فيه لعبة غيرها فبتساعده وتخليه يقفل عليها، ولما بتوصل للعاملة وبتاخد الصندوق بتلاحظ إنه مش مقفول كويس فبتقفله ببلاستر، وبتخاف جيسي جدا بس بتفتكر تشجيع كارل ليها وبتلاقي دبوس بتفك بيه
بلاستر وبتخرج، وبعدين بتساعد وودي وبيهربوا عشان يساعدوا باقي الألعاب. ولما بتوصل جيسي بيجيلها فكرة أفضل من إنها تساعد اللي موجودين، وبتقرر تجري وتفتح الستارة، بس السحلية بتحاول تمسكها، ولكن جيسي بتلاقي إيد بطاطس في بقه وبتاخدها، بعدين بتمسك بيها الستارة وبتخلي السحلية تسحبها بالستارة. وهنا دوني بتشوف ألعابها وبتقول لمامتها، وبيكون صاحب المحل متوتر لأنه سرق الألعاب، وبتقرر إنها تتصل بالشرطة، بس بيوقفها وبيديها اللعب بتاعتها. ودوني بتفرح وبتلاقي باقي الألعاب بتهرب من الصندوق، وبيرجعوا تاني للشنطة، وبنس بيقول لهم كده خلص فيلم الرعب ورجعنا الحيث بدأنا تاني. وبينتهي الفيلم، وده مش جزء رسمي إنما هو فقط جزء صغير من إنتاج بيكسار ديزني للأطفال. اشتركوا بالقناة لو عايزين محتوى أكتر زي ده، وسلام.